المكالمة المسربة للكابتن حسين لبيب والوعود اللي واخدها من اتحاد الكورة عشان خاطر يلعب مباراة سيراميكا. اسمع معايا المكالمة وبعدين هنرجع نرد عليها. اسمع معايا كده. حضرتك احنا موقفنا ايه من ماتش سيراميكا القادم؟ يعني لو سمحتوا انا برد بقول احنا بنعمل اللي فيه مصلحه النادي بس، اكتر من كده مفيش حاجه خالص. فاحنا شايفين مصلحه النادي دلوقتي ان احنا يعني هنلعب المباراه 24 مفيش مشكله عندنا، والامور ابتدت تتحل كلها لصالح النادي زي ما وقفنا ودعمنا النادي وقدرنا نقف قدام الناس كلها وابتدت المنظومه تتغير. فاللي احنا عايزينه مش ان احنا ما بنلعبش، لا، اللي عايزينه ان المنظومه تبقى فيها تكافؤ فرص. ودلوقتي ابتدى يتم ادي اتحاد الكره بيحقق مع الحكام وعامر حسين مش موجود وكل حاجه مظبوطه، فابتدوا يتحركوا. لولا اللي احنا عملناه ما كانش الامور هتتحرك. بقالنا 20 سنه مش موجود الكلام ده خالص. فالحمد لله ان ربنا اكرمنا وقدرنا نقف وقفه هزت الوسط الرياضي كله وزي الفل. يعني يا كابتن حسين كده يعني طلبات الزمالك هيتنفذ قبل ما نخوض المباراه ان شاء الله؟ اللي هي يا فندم؟ اللي هي الاربع مطالب اللي الزمالك طلب بيهم. اللي هم ايه يا فندم؟ نعم؟ اللي هم ايه؟ الاربع مطالب اللي نزلوا في البيان. اللي هم ايه؟ طيب ما انت قولهم. اللي هو كده جدول الدوري لحد نهايه الموسم ما هو نزل جدول الدوري كده تمام. وكل فرقه تلعب الدور الاول، بعد كده الزمالك يلعب. الدور الاول مش هينفع عمليا، مش هينفع، هيبوظ الدنيا كلها. فاحنا اخدنا 3 من الاربعه واخدنا الاحسن منهم كمان ان احنا هنبقى مشتركين في وضع النظام المسابقه الجديد، ولا عامر حسين يألف ولا اي حد. احنا اللي هنحط الجداول واحنا مش احنا كنادي الزمالك، انما بقى الرابطه ما تحطش الجدول، لازم احنا اللي نتفق كأندية على الجداول. فاخدنا كل الحقوق اكتر مما كنا عايزين، يعني عدا طرف واحد. كده يتم إقالة عامر حسين ورئيس لجنة الحكام. يا عمي لو بصيت على الجوابات، آخر 3 جوابات ما فيش حاجة اسمها عامر حسين، فمش هيتم، هو مش موجود أصلا. حضرتك احنا كده هنلعب ماتش سيراميكا، ما لعبناش ليه ماتش الأهلي؟ طب ما هو يعني لو ما كناش عملنا كده ما كناش وصلنا لكده. أنت عايز نبقى إحدى كل سنة مضغوطين ونقعد نصوت ونعمل، ولا الدنيا تتظبط مرة واحدة؟ ده تتظبط مرة واحدة. زي الفل. يبقى توكل على الله وقول برافو عليكم. شكرا لحضرتك يا كابتن حسين. طبعا انا ضد قصة التسريب وان في صحفي يسرب مكالمة لرئيس نادي الا اذا كان في اتفاق ما بين الكابتن حسين لبيب وما بين الصحفي ده ان هو ينشر المكالمة دي حاجة. تاني حاجة، مفيش مطالب من اللي الكابتن حسين لبيب قالها اتحققت. الحكام ما تحققش معاهم، الحكام كانوا بيحكمهم في دورة الترقي اللي بتصعد للدور الممتاز وما حصلش معاهم اي حاجة. تاني حاجة، انت طلبت لجنة محايدة تكون موجودة في اتحاد الكورة وتحط لك المباريات وكلام من ده، وده ما حصلش لان ده اصلا مخالف للفيفا وده مش هيحصل. قصة الجدول ده يعني عادي، يعني ان يكون موجود جدول عادي جدا. قصة الدور الاول طبعا ما حصلتش، انت ما تحققلكش غير مطلب الجدول بس. وانا بقى عايز اقول لك عن النهيه بتاع القصه دي. النهيه بتاع القصه دي ان هم كانوا عايزين يمسكوا اتحاد الكوره من هنا عشان خاطر يقول له ايه، العب مباراه سيراميكا وانا هلعبك في الكونفدراليه. واسلام صادق وقع بلسانه وقال لرضا عبد العال انفعل امبارح في قلب البرنامج وقال له هقول لك على سر، نادي الزمالك هيلعب في الكونفدراليه واتحاد الكوره هيسيبه يلعب في الكونفدراليه عشان خاطر ايه، هو هيسيبه يلعب، هيلعب سيراميكا وكلام من ده وهيكمل الدوري وهو هيسيبه يلعب في الكونفدراليه. وده مجامله واضحه لنادي الزمالك، وفي مجامله كمان لنادي بيراميدز ضد نادي النجوم، لان نادي النجوم ليه فلوس عند نادي بيراميدز وادوا لهم الرخصه رغم ان نادي النجوم ليه فلوس عند نادي بيراميدز. اظن كده مين اللي بيتجامل يا جماعه؟ المجامله بقت واضحه خلاص، المجامله بقت واضحه. الناس اللي عماله تقول الاهلي بيتجامل الاهلي بيتجامل، فين اللي بيتجامل؟ الاهلي لا عليه ديون لحد، ولا الاهلي يعني المفروض ما ياخدش الرخصه ولا اي حاجه من دي. القصه انا شرحتها لك بما فيها. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.